لو عايز تفهم يعني ايه ويند شير في الطيران اتفرج على الفيديو ده. الويند شير ده لما اتجاه الهواء وسرعه الهواء بتتغير فجاه والطياره طايره، سواء ده كان في التيك اوف او اللاندنج. ده اكتر وقت في التيك اوف واللاندنج بيبقى خطير ان الويند شير يحصل فيه. ولكن الويند شير برضو ممكن يحصل في ارتفاعات اعلى، بس طبعا مش هيبقى يعني خطير زي ما لو حصل في لاندنج او تيك اوف. ليه؟ عشان لما الطيارات تكون في سرعه قليله او سرعه قليله وارتفاع واطي، ده يبقى اكتر وقت يبقى ايه خطير ان الويند شير يحصل فيه. طيب الويند شير ده بيحصل في اماكن ايه؟ ده بيحصل في ثاندر ستورمز، العاصفه والحاجات دي. فعشان كده لازم الطيارين ايه يبصوا ان هم ما يدخلوش في الاماكن اللي ممكن تكون فيها ويند شير. والحمد لله في الطيارات في حاجه اسمها بريدكتيف ويند شير، ايه بيخلينا نعرف ان هيحصل ويند شير كام ثانيه قبل ما يحصل، الطيارين يقدروا يعملوا جو راوند ويطلعوا من الويند شير ده. وطبعا الطيارين بيتدربوا كويس جدا على الويند شير ولو حصل هيعملوا ايه بالظبط. فانت كراكب ما تخافش. لو عايز تشوف الفيديو الكامل وانا بشرح الويند شير ادخل على الشانل، لسه منزل الفيديو دلوقتي.